ألف مبروك منحة المرأة الماكثة في البيت قرار رسمي. تستمر الحكومة الجزائرية في سعيها لدعم المواطنين وبالأخص النساء اللواتي يعتنين بالمنازل عبر إطلاق برامج تساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تداولت بعض الأنباء المتعلقة بزيادة المنحة المخصصة للنساء الماكثات في المنازل، مما أثار العديد من الأسئلة حول مدى صحة هذه الأنباء والشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذه المنحة. أوضحت الوزارة المعنية أن هذه الأخبار ما هي إلا إشاعات، وشددت على ضرورة الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، كما أكدت أن المنحة متاحة فقط للسيدات اللواتي يلبين الشروط المعتمدة. وها هي الشروط: يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية وتقيم في الجزائر. يشترط أن تكون المتقدمة غير موظفة في أي قطاع حكومي أو خاص، وأن لا تمتلك دخل ثابت. تخصص المنحة للأرامل والمطلقات اللاتي لا يملكن من يعيلهن. يتم رفض الطلبات المقدمة من النساء المتزوجات من موظفين حكوميين أو اللاتي لديهن مصادر دخل ثابتة. يجب تقديم المستندات رسمية تثبت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتقدمة. تعتبر منحة المرأة الماكثة أحد أوجه الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للنساء اللواتي لا يعملن، وبالخصوص الأرامل والمطلقات. تساهم هذه المنحة في تخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة في فترة شهر رمضان التي تزداد فيه احتياجات الأسر. أتمنى أن تكون هذه المنحة حقيقية. أتمنى أن تكون أخبار صحيحة، ولا تنسوا التعليق إذا كانت أخبار صحيحة أم خاطئة، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.